السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الحجازية الاسكندراني بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة جدا ومفيهاش اي حاجة. عايزة اقول لكم احلى بجد من احلى حلواني ممكن تجيبي منه حجازية. طريقتها سهلة وبسيطة ومفيش اعظم من كده. عايزة اقول كلمة او اقول حاجة. الحجازية الاسكندراني ما بيتحط لهاش شربات خالص. تمام، يلا بقى نخش في المكونات بتاعتنا. انا هنا عندي نص كيلو من السميد او دقيق السميد. نص كيلو. انا الكميه اللي انا هعملها، هعمل اكبر قالب مربع في الطقم. يعني الكميه اللي هعملها دي هتعمل لي صينيه كبيره يعني. تمام كده. انا بنخل السميد بتاعي. هنا نص كيلو من الدقيق الابيض على نص كيلو من السميد. لازم عندي كمية دقيق لازم أنخلها. ليه بنخلها؟ علشان بتديني هشاشة كده، والوصفة نفسها بتطلع حلوة. تمام. نص كيلو من السميد ونص كيلو من الدقيق، ضفت لهم كوباية ونص من المادة الدهنية. حابة تعمليها سمنة وزيت، دايما بنبه في كل الفيديوهات بتاعتي. حابة زبدة أو سمنة بس، حابة زيت بس مش بفضل يكون زيت بس علشان الطعم ما يبقاش يعني قوي قوي. تمام. انا بحب بصراحة اضيف فيها السمنة علشان تديني قوام وطعم حلو. فضلت بقى ابس فيها واضغط فيها كده لحد ما الخليط بتاعي او العجينة بتاعتي بدأت كده. مهمة جدا ان انتي تفضلي تخلطي في السمنة والدقيق بتاعك لحد ما يكون معاكي بالشكل ده. المرحلة اللي جاية هبدأ أحضر الخميرة بتاعتي، اللي هي عبارة عن معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليها معلقة كبيرة من السكر، وهضيف لها كوباية من المية. حابة تعمليها بالحليب تمام، بس هي طبعا بتبقى حلوة جدا بالمية. وأساس الحجازية الاسكندراني ما بتضافلهاش كمان حليب خالص. تمام. قلبت هنا مع بعض وضفت الكوباية وهقلبها وهسيبها. أنا هنا واثقة جدا من الخميرة بتاعتي، فضفتها على طول، ما استنيتش ان هي تتفاعل يعني. لكن انت طبعا عشان ما تبوظيش الدنيا تستني عليها شويه لحد ما تبقى تعمل شكل كده فوم شويه، تعرفي ان هي كده الخميره بتاعتك شغاله. هبدا الم العجين، مش لازم اعجن علشان ما اقلبهاش معايا تكون زي المخبوزات. انا عايزاها كده تكون فيها ترميله وفي نفس الوقت قرمشه بسيطه كده. فده نجاح الحجازيه. تمام. لميتها هنا بقى هسيبها حوالي ساعه الا ربع تختمر شويه، لان احنا دلوقتي الجو برد جدا فهتاخد معايا وقت. انا هسيبها مثلا تسيبيها من نص ساعه لساعه الا ربع. تمام. هنا كان الخليط بتاعي بعد اضافه الميه طبعا، ولميت كل العجين بتاعي هسيبه يختمر حوالي ساعه الا ربع. احنا هنا دلوقتي في الشتاء فطبعا هتقعد معانا وقت شويه. هغطيها كده وهجيب فوطة المطبخ بتاعتي، وهغطي كمان العجينة علشان الخميرة تتفاعل بسرعة. علشان الخميرة بتتفاعل في المكان المظلم، يعني حطيها بقى في البوتاجاز، حطيها غطيها بحاجة تاني خارج مثلا المطبخ، المهم تكون في حتة ضلمة. تمام كده. يلا نعمل الحشو بتاعي. الحشو بتاعي عبارة عن ربع كيلو من السميد. ربع كيلو ده اعمل معايا حوالي كوباية وربع من الكوباية الشاي العادية. تمام. انا هنا بصوا بوريكم عشان لو مش عندكم ميزان او حاجة. تمام كده. هنا ضفت له الربع كيلو او كوباية وربع من السميد، ضفت له كوبايتين من السكر العادي، مش لازم سكر بودرة خالص. تمام. هنا دي معلقة القرفة، معلقة يعني محترمة كده من القرفة. انا بحب طعم القرفة جدا فضفت معلقة ونص. وعندي معلقة كاكاو هنا اللي هي الخام الدارك خالص بدون سكر. وده اختياري، حابة تضيفيها تمام، مش حابة او مش موجودة عندك تمام مفيش مشكلة. بس بجد بتديها يعني بتليق قوي مع القرفة يعني. تمام. هنا طبعا عملتها كده علشان بيبقى فيها تكتلات. نخلتها كده وقلبت كل المكونات بتاعتي لحد كده تمام. لحد كده تمام. انا عايزاكم تضغطوا لايك يا جماعة علشان الفيديوهات بتاعتي بدأت تتاخد، علشان التفاعل قليل قوي قوي على القناة. عشان بس ما فوتش انا بعمل ايه. انا هنا ضفت معلقة من الزبدة او السمنة، وضفت 3-4 معالق من المية، وقلبت الخليط بتاعي كده بقى عامل زي الرمل المندي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام. انا بسيبها بقى ايه علشان السكر كده يتفاعل او السكر يدوب شوية مع الخليط بتاعي.
انا قلت لكم ان انا هعمل الصينيه بتاعتي كبيره، حجمها 30 في 40، فالمقدار ده لحجم صينيه كبيره. حابه تقللي وتقللي في المكونات براحتك جدا. هنا قسمت العجين بتاعي، خليت الجزء اللي من تحت اكبر شويه من الجزء اللي من فوق. وجبت ورقتين زبده، ما عندكيش ورقتين زبده عادي الكياس التلاجة العاديه افتحيهم كده زي ما انت شايفه، وابدأي افردي الخليط او العجين عليه. ده بتسهل معاكي الفرد، على طول بتتفرد، وفي نفس الوقت بيكون الارتفاع اللي من تحت زي فوق بالظبط، فبتديكي نتيجة هايلة يعني. ابدأي بقى افردي كده على قد الصينية اللي انت هتشتغلي عليها، ودي اسهل طريقة يعني علشان ما تكونش في حتة عالية وحتة واطية. تمام كده. انا قست طبعا وبدأت افرد على قد الصينية بتاعتي. تمام. ادي صينية ان شاء الله اهي. عايزة أكمل بقية الكلام، وعايزة أقول إن الفيديوهات بتاعتي بدأت أشوفها عند حد. أنا عشان التفاعل على القناة عندي ضعيف ومفيش لايكات ولا في حاجة، فبدأت الفيديوهات حرام يعني التعب اللي الواحد بيتعبه، وفي الآخر ألاقي حد تاني أخد الفيديو بتاعي ومسجله بصوته هو. تمام. فما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. نزلت هنا بعد ما فردت أول طبقة، نزلت بقى عليها بالخليط وبدأت أضغط كده بالمعلقة الضغطة دي علشان تمسك الطبقة اللي تحت على طبقة الحشو فتكون متماسكة مع بعض. تمام كده. اضغطي بقى كده على قد ما تقدري ونعمي السطح كله بالشكل ده. وهاجي بقى على الجزئية التانية وهفرد نفس القصة زي ما فردت في الطبقة الأولانية، نفس الحكاية. تمام كده. مفيش أفضل ولا أسهل من كده. وضفت الطبقة التانية وكان الشكل ده. انا طبعا لو في زيادات في الحروف هشيلها علشان يعني ما تبقاش شكلها مش حلو معايا في التسوية. كل بقى الزيادات بتاعتي اللي في الجوانب دي، في مكان مثلا حاسه ان هو قليل شويه فبضيف ده على ده. جيبي بقى الشوكه، جيبي الخطاطه بتاعت الكريم شانتيه، اي حاجه عندك تعمل خطوط بالشكل ده ابدأي اعمليها، يعني بتبقى بتدي الشكل التقليدي للحجازيه. وبأكد يا جماعة الحجازية الاسكندراني هنا في اسكندرية، احنا هنا في اسكندرية ما بناكلهاش اللي فيها شربات او اللي بيتحط لها سيرب. مش عارفة هي ممكن تكون في محافظات تانية، بس الحجازية الاسكندراني مش بيتضاف لها خالص شربات، ولا بتبقى طرية كده، لا بتبقى فيها هشاشة كده بقرمشة جميلة يعني. ده الفرق بين الحجازية الدمياطي او الحجازية بتاعت بقية المحافظات ومحافظة اسكندرية. عايزه اقول لكم بقى هنا بتقطعيها قبل ما تدخليها الفرن، يعني قطعيها كده تعملي خطوط علشان بعد ما بتطلع بتبقى لسه طريه، بس دي بتسهل عليكي عمليه التقطيع. تمام كده. بعد ما بخلص التقطيع انا بسيبها ترتاح كمان نص ساعه تختمر كمان. ففي المرحله دي لازم تسيبيها نص ساعه، ما ينفعش اخدها كده على طول على الفرن، لا، علشان تبقى معاكي كده خفيفه وحلوه. تمام. سبتها هنا حوالي نص ساعة، وبعد النص ساعة ولعت الفرن وكانت بالشكل ده. قعدت معايا حوالي نص ساعة في الفرن. لو اخدت معاكي لون من تحت ممكن تولعيها الشواية، بس انا ما ولعتش الشواية خالص، بقيت اقلب يمين وشمال وكان الشكل النهائي بتاعها ده. ويا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسونيش في اللايك، واشوفكم باذن الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.